سلام عليكم، على الحاضرين، على الغائبين، على الشهداء، على العاشقين، على البحر يغسل وجه المدينة من الحزن والشعر والأغنيات. حنين الملائكة إلى نازك الملائكة التي فتحت أبواب الحرية الشعرية وماتت صامتة لأنها امرأة، وإلى حريتي التي لا أريدها أن تموت بصمت، وإلى تاء التأنيث التي تسقط سهوا أو عمدا من كل الإنجازات الأدبية العظيمة، وإلى آخر حبة شوكولا في جيبي. أنازك، هل رحلت ووعدنا أن تسمعي مني جراح نازفة؟ إني وقفت أمام وجه خناجري، فإلى متى تبقى الضحية واقفة؟ وإلى متى حزن النساء مقدر؟ وإلى متى صمت النهود الخائفة؟ يا نازك، ظلم قضاء المنصفين فخلنا، لا تطلبي منه الأيادي الناصفة. ألم بك ظلم السنين على الجسد، ألم به الجسد المطرز عاطفة، ألم بها تلك التي تدعى أنا، ألم به الجسد المؤنث يا صفة. ضربوا العروض على الجهالة في دمي، زهراء صبي كل آيات التعوذ في فمي، لا لست أكتم لا تعد مكارمي. ما ضر وردي أي كف قاطفة، ما ضر قلبي أن يزيد تولعا، بالعشق روحي كل سحر لاقفة، بالعشق روحي كل سحر لاقفة. هل الرجال تذكروك فدمعة جدلى على خد القصائد عاكفة؟ هل الرجال تذكروا بغدادنا أو قدسنا تحت المذلة راجفة؟ عبثا أنادي والحقيقة مرة، عبثا أشتت والقبيلة راصفة، تبغي تلون بالنزيف صبابتي، ذبحي تحلل والخناجر خاطفة، تحت الدموع دموع خوفي أجهشت، خوفي به بعض الشجاعة ناسفة. الله أكبر، الله أكبر، ما عداه عدالة، والأرض بالظلم المسدد خاصفة. فإذا الكواكب في يميني ألقيت، لضممت شعري ما أبيع أنا الشفا. ضربوا العروض على الجهالة في دمي، زهراء صبي كل آيات التعوذ في فمي، لا لست أندم لا تضر مواسمي، فالضرب يعني أن روحي وارفة. إن المحبة في حشايا تكونت، يا مريم العذراء روحي راجفة. يا نازك، إني وقفت أمام وجه خناجري، ما همني أني سأبقى واقفة. قد كان وعدك بالكتابة ممطرا، لكن وعدي والكتابة عاصفة. شكرا لك أختي الكريمة على هذا الإلقاء. الواقع لقد بدأت هذا النص يعني بداية فيها كسر، والنص فيه كسور كثيرة، اللغة فيها هنات كثيرة. الواقع أنت تقولين وتبررين الكسر قائلة ضربوا العروض على الجهالة في دمي، ثم تقولين قد كان وعدك بالكتابة ممطرا لكن وعدي بالكتابة عاصفة. وعد نازك الملائكة ممطر يرتبط بالإيجابي وبالخصوبة، لكن النص يقدم وعدا بالعصف لكنه لا يحققه أبدا. النص يقدم مفارقة هائلة بين ما قلتيه في الحلقة الفائتة وبين هذا النص. شكرا لك.